إذا يحمس فريق الهلال للانطلاق والتقدم وتحقيق الفوز. الفريقان الآن يدخلان أرضية الملعب أمام هذه الأمواج البشرية البيضاء والزرقاء في مدرجات استاد الملك فهد الدولي. صورة جميلة بالفعل، صورة تنقل هذه المباراة إلى مصاف يوازي المباريات العالمية جماهيريا وتنظيميا، ويهمنا أن تقترب في مستواها الفني أيضا. كابتن إسماعيل، يعني في هذه الأجواء المهيبة التي لا أدري إلى أي مدى ستحفز اللاعبين أو سترعب بعض الصغار السن منهم، هل سيعتمد الأهلي على التنظيم الدفاعي واللعب على المساحات خلف دفاع الهلال استمدادا من خبرة كوزمان بالفريق السعودي؟ الجميل في الأهلي عدم المبالغة في الدفاع. يمكن الفريق النادي الأهلي عامل توازن جميل في أرضية الملعب، مثل ما قلت لك انطلاقات اسماعيل الحمادي للأمام مع أحمد خليل، إيفرتون، ليما، بالإضافة إلى وجود ماجد حسن وحبيب الفردان ك يعني متوسطي خط الوسط. انا اعتقد ان اليوم المسؤوليه على احمد خليل. كابتن ابراهيم، توقع سريع قبل ان نشوف. الهلال لو فكر يسجل اهداف كثيره لربما لن يسجل شيء. هو يفكر ان يحرز هدف واحد لربما ويحافظ عليه، ومن ثم يبني خطواته القادمه، لان امام فريق بخطوره هجوم الاهلي مهم ايضا قضيه الشباك النظيفه. اذا مستمر التشكيل الجماهيري الرائع بلوحات الخلفية، وبالتالي جماهير الهلال اليوم حتى الآن قامت بواجبها على أكمل وجه. سننتظر